كتر خير راي جايبنا الخرفان بنعيدو. اليوم من سوق الخروب، أكبر الأسواق في الشرق الجزائري. رحت باش نشوف الحالة ونشوف الأسعار مع اقتراب العيد، وخاصة مع دخول الخروف تاع رومانيا اللي يقولوا زعزع السوق في الأسعار. تابعوا معايا. عطاوني في هذاك النهار 8 ونص في الدار، دوكا اليوم عطاوني 7 غير 200. والله من العيد يكون يخش هذا تاع رومانيا ذا خلاص السوق لا والو، والله يطيح خلاص. والموسم هذا عواد السوق يعني يقدر ياكل طرف خبزه. خاصنا مستحيل، خاصنا غير ولاد ضمان. عواد السوق محال، محال هذه يعني قطعا. وتقادف الثاني في هذا السمسار وصاحبه الموال، وهكذا كان بيناتهم النقاش. عواد السوق اللي خاف استعمل الشيء ما يخافش. والله غير خايفه وجاب رزقه اليوم يبيعوا. ولا ما بعتو. والله غير جايب رزقه اليوم يبيعوا. عواد السوق هذا عنده وين يروح؟ هذا هو اللي يسخ الشدود، هذا هو اللي والله يسخ الشدود. كانش منها. وزدت تلاقيت مع سمسار آخر وكان رأيه هكا. أنا عواد السوق ما نكذبش على خويا، أنا من ربي ما نكذب عليك، أنا نشري نعاود السوق نبيع 100 200 نبيع نجبد، هذا ما نقول. ربي يجيب قسم ان شاء الله للزوا ولا هي خسرت والله دم فؤادها. مالت 10 ملايين عاد ب 8 ملايين تمسخرها. اسمعوا معايا الاسعار اللي لقيتها في السوق تاع الجمعه هذه. اليوم الخروف الخشينه من 88 حتى ل 10 ونص. 14 حتى ل 10 ونص نحكيو احنا في اللي قاعد الناس تتبع فيه. الخشين كاين ب 11 ونص حتى ل 15. وسقسيت ثاني على الاسعار بين العام اللي فات والعام هذا، وهاي كيفاش كانت الاجابه تاع الموال. بالنسبه للعام الاول والسنه راك عباد تقريبا طايح ب 2 ملايين. انا في الخشين اللي تقدر تقول طايح. الخشين يعني السنه بربي ان شاء الله الناس تعيد. وكنت قاعد نتساءل اسكو في السوق هذا تاع اليوم كاين البيع ولا ما كانش؟ ما بعناش، طايح السوق طايح ما بعناش. وفي الأخير نقدر نقول لكم الله يقدرنا على الخير وربي يفرح كل دار بخروف تاع بلادنا ولا تاع رومانيا. الناس بكل سيد بربي. الناس بكل سيد.